قالت تقارير صحفية إنجليزية بأن هناك نادي أوروبي كبير قد أبدى اهتماما بالغ بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في تحرك مفاجئ وغير متوقع، حيث أعلن ليفربول في الصيف الماضي عن تجديد عقد صلاح لمدة 5 سنوات مقبلة، وبراتب يعتبر هو الأعلى في تاريخ النادي ويقترب من 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع محمد صلاح. كشفت الصحف الفرنسية بأن نادي باريس سان جيرمان قد وضع الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة اهتماماته خلال الوقت الراهن، مشيرا إلى كون النادي الباريسي يعلم جيدا تحركات الأندية السعودية خلال هذه الفترة للحصول على توقيع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي. وفي حال رحيل الأخير بالفعل فإن باريس سيحاول بكل ما لديه من جهد للحصول على خدمات محمد صلاح. وبحسب الصحافة الفرنسية فإن النادي الباريسي مستعد لتقديم نحو 100 مليون دولار من أجل إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات هداف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي. في السياق ذاته قالت الصحف الإنجليزية بأن محمد صلاح سيرحل عن صفوف ليفربول بشكل مؤكد في حال فشل الفريق في حجز مقعد له في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مشيرة إلى كون الدولي المصري لن يقبل بعدم المشاركة في أقوى البطولات الأوروبية خلال الموسم القادم، وخاصة في ظل رغبته في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية كأكثر لاعب عربي وأفريقي تسجيلا في الدوري الإنجليزي.